خارج مصر، وان شاء الله يقدر يلاقي نفس المراعيه، واللي احنا هيكون باذن الله تعالى مستقبل مشروع له مستقبل. ومشروع الساعه من اول احتباس الحراري حتى زراعه الارض الصحراويه باشياء غير مكلفه، غير ما فيهاش فلسفه، حاجات احنا مخلفات الطبيعيه اللي احنا مش عارفين نعمل فيها ايه ونوديها فين. معايا الاخ ابن طارق محمود السيد فاز بالمركز الثاني في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت، واحتفلوا بيه. والمعرض ده منبثق من معرض جنيف للاختراعات ايضا بسويسرا، لكن لصغر سنه كان ما ينفعش يروح سويسرا، لان لازم يكون له مؤلفات في مؤلفات علميه، او على الاقل ولو كتاب واحد، ويكون سنه اكبر من كده. ان كان الجميل في الشيء ان احنا دايما زي ما حدثت مع حضراتكم في الحلقه الماضيه عن شباب جم عشان يعملوا مشاريع وعايزين يشتغلوا، وشباب اخرين انتوا عارفين بيعملوا ايه. نسال الله الهدايه لشباب مصر، لان كلهم ابنائنا ولازم نحتضنهم من كبير لصغير. معايا مش عارف اقول الاستاذ محمود او المخترع محمود او العبقري محمود او الموهوب من الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيه وفي والديه اللي ربوه ووقفوا جنبه لهذه اللحظه. معانا طارق سنه 17 سنه، ثالثه ثانوي في المدرسه مدرسه المعادي العسكريه، وان شاء الله باذن الله تعالى هنجيبه لكم مره اخرى، وهو ان شاء الله يكون خريج جامعه زويل باذن الله تعالى اذا اشتغلت العوامل القليله القادمه، او جامعه النيل للعلوم باذن الله تعالى. طارق هيقدم نفسه وهيقول لكم بدا ازاي الفكره عشان تسمعوا منه وتدعوا له، ومصر كلها تقف بجواره ان شاء الله، وندعو له وندعو لوالده الذي وقف خلفه وقوف الصابرين، لأنه كما تعلمون المواهب في مصر لا تقدر، ولا أحد يعني حسب علمي ما أحدش حتى استقبل طار من أسبوعين وهو قادم المطار، مش مشكلة. ولسه بقول له إن شاء الله الأيام القادمة هتحتاج العقول ديت، العقول المصرية اللي فيها خير، الشباب اللي فيه خير. اتفضل يا طارق. انا مخترع استخدم ظاهره ازاي استخدم ظاهره الاحتري اللي هي هتدمر حياه 22 مليون انسان، اللي هي مشكله العصر اللي مؤرقه العالم كله. هتدمر حياه 22 انسان مليون 22 مليون انسان هتدمر حياتهم، تعمل على انقراض اكتر من نوع من النباتات، انقراض اكتر من نوع من الحيوانات، تعمل على ظهور بكتيريا وفيروسات جديده متجمده في الاقطاب الشماليه والجنوبيه. انا عايز اقول لحضرتك مثال بسيط بس. الميه ارتفعت، المفروض البكتيريا دي بتموت طبيعيه من الجو، يعني بتموت طبيعيه، هي مع الاحتباس الحراري ما فيش مقاومه ليها. في بكتيريا اما تكون درجه حرارتها منخفضه يقل تفاعلها، لكن هناك بكتيريا وفيروسات موجوده في الاقطاب الشماليه والجنوبيه احنا ما نعرفش عنها شيء، ولا حتى اثرها على الانسان او اي حيوان اخر. فيظهر لنا امراض زي الطاعون والملاريا احنا ما نعرفش حتى العلاج بتاعها او اثره الجانبيه على حاله الاحتباس الحراري. في حاله ان الميه دي حاجه. مثال بسيط جدا، الميه ارتفعت 8 متر، ثاني يوم قاره استراليا هتختفي من على الخريطه. 8 متر فقط. 8 متر فقط. الميه ارتفعت ل 12 متر، 65% من الدلتا المصريه هتغرق. انا عايز اقول لحضرتك ان معلومات بس على الدلتا المصريه ان 65 من الغذاء بتاعنا معتمد من الدلتا المصريه. تربه كمان، مفيش تربه صحراويه، كلها تربه خصبه. تاني حاجه ان 35% من مصادر الوقود موجوده في الدلتا، ان حوالي 72% من السكان عايشين في الدلتا. احنا حضرتك بنعيش على 4% من مساحه مصر فقط. ازاي نستفيد الاحتباس الحراري اللي هتسبب كل الاضرار دي ونحولها الى ارض زراعيه نسد بها المجاعات اللي في العالم، والناس الغلابه تاكل والشباب يشتغل عن طريق حاجه بسيطه جدا. ان في مؤتمر كوبنهاجن سنه 2009 كان مجتمعين بشان الاحتباس الحراري، وقدموا قدموا ملف عن جميع التغيرات الفيزيقيه والكيميائيه عن ظاهره الاحتباس الحراري حتى على من الحشرات للصخور العظمى. اثرها الضاره. لقوا ان عدد البحث يعني زاد الى 21,000 صفحه. ده كل مشاكل البيئه ده كتير، فقرروا ان هم خفضوه الى حوالي 67 صفحه تقريبا، وكتبوا عن اهم الحاجات الموجوده اللي التفعيل. المشكله الناس اي نعم هي تحولت الى مشكله سياسيه، لان الاختراع بتاعي هو ملوش علاقه علميه فقط، هو ليه علاقه علميه، ده الجانب الاكبر منه. الجانب الثاني اللي هو هيحل مشكلات سياسيه كتير. ثالث حاجه ان هو هيحل ازمه من الازمات الموجوده الاقتصاديه الموجوده في العالم، يعني ده جزء منه بس العلمي.
تحول الى يعني مضلعة. مقر للسياسه. امريكا عايزه تفرض محظورات على الصين بسبب انها اكبر دوله مصدره لغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو المسبب الاساسي للظاهره. دي حاجه. تاني حاجه، في دوله زي هولندا هي عصب الزراعه في الاتحاد الاوروبي، فمتاثره. فقالت ان احنا اكتر دوله هتتاثر، فلازم ان احنا نبتدي نلبس دود عشان نحافظ على كل شبر. بس انا اقول لحضرتك على الحل بتاع هولندا واللي اتفق عليه كله بعد كده، وحضرتك هتجاوب عليا. حاجه بس تقول 10 متر السدود ايه؟ مش يعني ما فيش سدود هتكفي. ماشي. طب بعد كده هبني الميه ترتفع 12 متر. هل ده حل كلي لظاهره الاحتباس الحراري؟ لا طبعا. ده هو حل جزئي عشان يحميهم من الاراضي. غير ان هناك دوله زي سويسرا، في عالم هناك اسمه إيريديا إيرديكس او حاجه زي كده تقريبا، هو عالم سويسري، قرر ان هو يعمل، لكن المملكه المتحده انجلترا يعني رفضت ذلك. قالت لنا جزيره، احنا جزيره في وسط ميه، مجرد ان منسوب الميه يقل من حوض البحر المتوسط من عند مضيق باب المندب، ده هيزود منسوب الميه عندنا، واحنا جزيره وانا عند مستوى سطح البحر قليل جدا. لكن الحل بتاعي يتعارض تماما مع بناء السدود، لان انا شايفه حل جزئي. ازاي نحول الظاهره دي؟ اولا ظاهره الاحتباس الحراري مش علاقه، يعني الانجنرال الناس كلها عارفاها، رفع درجه حراره الارض، ده درجه حراره الارض 16 درجه سيليزيه لا تتغير. احنا بنبتدي ناخد درجه حرارتنا من الشمس، مجموعه من الغازات اسمها الغازات الدفيئه هي اللي بتحفظ درجه الحراره، لان طبعا الارض جسم، يعني زي ما انا بتخفض وتزداد. ازاي الارض بقى تحتفظ بدرجتها؟ هي دي الفكره، دفيئه الغازات دي، وفي نفس الوقت تفضل درجه حرارتها 15. لولا الست غازات الدافئه الموجودين في الارض كانت درجه حراره الارض هتساوي سالب 18 تحت الصفر، كان هنبقى كوكب متجمد. سبحان الله. لولا الست غازات دول زي ما قلت لحضرتك كان هيحصل كده. لكن اللي حصل ان منذ الثوره الصناعيه منتصف القرن ال 18 اللي قامت في انجلترا، اللي قرروا فيهم استخدام الوقود الاحفوري وبخار الميه في عمل التوربونات، ينتج كميه كبيره جدا من غاز ثاني اكسيد الكربون، وهو ده اللي ظهر على الشاشه دلوقتي. ده هو ده هيظهر على الشاشه دلوقتي. نسبه الغازات الدافئه. اتفضل لو تقرير جاهز الاستاذ نادر ينزله. نسبة الغازات الدافئة اللي زادت دي عملت ان ثاني اكسيد الكربون درجة حرارة، ده بالظبط تأثير البيت الزجاجي. ده كده البداية. ده كده دي بالظبط دي هي، يعني يا ريت نقف هنا. ارجع تاني في الصورة اللي فاتت. ايوه دي أول صورة. ده ازاي اللي وراها بقى هي منذ قيام الثورة الصناعية زادت نسبة الغازات الدافئة، اللي هي الصورة اللي وراها عن النسبة الطبيعية. عن النسبة الطبيعية زادت قد ايه؟ زادت يعني هو أكبر غاز زيادة، هي دي النسب الموجودة كلها في الزيادة في التصاعد. اكبر غاز زاد هو الاهم، هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي زاد بنسبه 390 بي جزء من المليون. انت عامل الدرجات دي الدرجات بتاعه الغازات كلها. هم على عموما اول حاجه بخار الميه، اللي تحت ده غاز ده اقل نسبه شويه، ده اقل نسبه. الغاز اللي على الشمال ده غاز الميثان، هو اقل نسبه. الغاز اللي فوقيه ده غاز اكساز، اول واحد على الشمال فوق ده غاز ثاني. بعد كده في صوره اوضح شويه غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هي الصوره اللي وراها على طول. هو ده في الجو. اللي انا بقوله بقى الجايه اللي ازاي بتحصل الكوارث الطبيعيه. الكوارث الطبيعيه طبعا درجه حراره الارض بتزيد، فبالتالي انا هقولها لحضرتك وتشوفها واحده واحده كده، يعني اقنع حضرتك بيها. اول نقطه، اذا زادت درجه حراره الارض فبالتالي احنا بنعيش على بسيطه جدا تحت حمم بركانيه. درجه الحراره دي هتؤدي الى توليد طاقه حركيه، فبالتالي هتزداد الطاقه الحركيه بتاعه الحمم البركانيه، فيزداد فرص تصادم الصفائح التكتونيه مع بعض البعض مما يسبب زلازل. وده حصل في سنتين بالظبط. اخر بركان موجود في بيرو درجته 7 ريختر، ده بعد التسونامي. ده تسونامي في اليابان. وفي زلزال حصل في مصر درجته 3.5. دي اول حاجه. تاني حاجه، اذا كانت درجه الحراره دي وزلازل تركيا إذا كانت شديدة، إذا كانت هنا الطاقة على شكل مداد في عن طريق أرض 4 رقم بسيط، معدل بسيط ولسه لكن هو بالنسبة لدرجة حرارة الأرض ده كارثة كبيرة. كارثة كبيرة إن احنا نوصل زي ده. نعم. الحمم البركانية هي زلزال براكين، وآخر حاجة في 700 عام. تخيل انفجر دلوقتي. اللي قال الكلام ده كان تاني حاجه، اذا كانت السدود ده حاليا ده لسه على فكره ما كملش، ده لسه يعني هم بيستعدوا مقتنعين بالطريقه دي.
تالت حاجه اذا تغيرت حراره الارض فده بيدل على المناخ ده ظهر في الفتره الاخيره جدا في الصومال وفي امريكا الجنوبيه على هيئه جفاف غير فبيظهر اعاصير زي اللي حصلت أيوة. اخر مره بالظبط. في جزيره فلوريدا وكاليفورنيا في امريكا. واذا حصل ان ايه ان قابل الرياح في منطقه واحد، يعني هي ملهاش علاقه انها اعاصير موسميه، لا مالهاش بتزداد علاقة. عن معدلها الطبيعي. بتزداد بمعدلها الطبيعي، غير ان هم استخدموا بعض السوائل لتبطئه الاعاصير دي. اخر حاجه دي المنظومه بتاعتي اللي انا هشرحها دلوقتي. اخر حاجه دي منظومه ولا حل ان شاء الله؟ الحل الكلي. برافو عليك. اخر مثلا درجه اذا كانت الرياح شديده جدا، ده هي العاصفه موجوده في الكويت، العاصفه الرمليه. هل ده في خلال 3 سنين ما يثبتش ان هناك علاقه قويه ما بين ظاهره الاحتباس الحراري طبعا ده اول نيجي نرجع لزياده الميه. اولا فرق ان هم بيبصوا فوق، انا هبص تحت شويه. هعمل انابيب توصل من البحر للبر عن طريق ان الانابيب دي مايله. البحر المالح. البحر المالح طبعا. جميل. البحر ومتاثره بالجرافيتي بتاعت الكره الارضيه. ده هيؤدي الى ايه؟ حاجه جدا ان الميه توصل من البحر للبر، تحط يعني تفتح لها مجرى. مش مجرى، انابيب، لان المجرى هيسبب الى ملوحه التربه بعد كده اللي انا محتاجها. محطوطه في انابيب. لا هي الميه مثلا دي زي الانبوبه كده. هي في الصوره اللي بعد دي على طول. الميه هتبتدي ايوه بعد دي. ده الشكل كله، ده هنرجع ليه تاني. ده بالظبط كده. دي الانبوبه زي حضرتك مايله بتوصل من البحر للبحر. يعني ما نخشش في موضوعات فيزيائيه جامده جدا اللي هي الكثافه واللزوجه والحاجات دي، يعني نبعد عن الموضوع ده دلوقتي. لكن اللي انا عايز اقوله ان حتى تفسير بسيط كده، يعني الناس اللي بيشوفنا، انت لو حضرتك معاك كوبايه ميه مليانه على اخرها وانا جبت الازازه بتاعتي فضيت، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتفيض وانا هل الميه هتفيض بالظبط اللي في المشروع يعني بتاعي؟ هنا التصريف هيبقى في عمق انت هتحوشه. لا هيخش جنبه لو وجود المنحدر هيقعد بره، هقول لحضرتك هعمل ايه لما اطلعه بره. برافو. السرعه دي ده يعني يعتبر ده اول حته في نازله بسرعه كبيره جدا، عايز استفيد من دي. لسه المحلي، يا ريت نرجع تاني للصوره اللي قبلها. سرعه كبيره جدا، انا عايز جنريتور، كذا جنريتور. الميه اللي هتمشي دي هتحرك الجنريتور اللي على شكل الساقيه بالظبط، فاداني طاقه. تاني طاقه. بس الطاقه دي الجديد بقى في اول اختراع موجود في المنظومه، ان الجنريتور يعني بيكثف لي الطاقه، يكثف لك ملفين، فالطاقه ايه؟ مرتين ضعف. برافو. يعني لو هاخد 400 كيلو وات من اول حاجه. دي اول نقطه. تاني نقطه ان الميه اللي داخله دي هتخش في المحلي زي اللي قدامنا ده زي كده، اللي هي المنظومه كلها عموما، اللي فيها اللي هي كانت متهشره بالازرق. يعني حضرتك ثبتها، انا ممكن اشرح عليها كلها من غير ما طب يا ريت استاذ نادر يرجعها لنا تاني. اتفضل. المحليات اللي موجوده طبعا موجوده، ما نقدرش على انه احسن من كده. المحليات اللي مستخدمينها يعني زي شفتها في الكويت، بيستخدموا طبعا الشمس 70 درجه تحت اشعه الشمس عشان التبخير. بيستخدموها في التبخير. لا بيستخدم المنظومه كلها. المنظومه ايوه ده بالظبط. بس هي دي البيت زي حضرتك شايف، البيت الزجاجي ده اللي محبوس ميه، حاجه لا طريقه اشعه الشمس. عدسه مكبره جمعوا بيها الضوء، لقوا ان الضوء بتاع الشمس، لقوا ان الضوء وصل الى 600 درجه سيليزيه. حطوا المسمار تحتيها، الصلب المسمار ساح. طبعا. انا هستخدم يعني قريبه منها شويه، ان انا في لين واحد حرارتها تبقى عاليه جدا، ففي زي ما حضرتك شايف الخلايا الشمسيه دي بتطلع لمحل، على المحل درجه حرارته اللي هي 100 او 120 اللي بيغلي عندها الميه عشان احافظ على الازاز. والطاقه الباقيه الطاقه الشمسيه الباقيه ببتدي اغطي المحلي بالخلايا دي، ان انا وكلوريد الصوديوم، فبالتالي انا هستخلص هذه. لكن المشكله عندي في حاجه واحده، ان الشمس بتظهر على حوالي 7 ل 9 ساعات. طب ازاي المفاعل ده بالليل؟ المنظومه ده بنبتدي نستخدم بتاعتنا. المخلفات بتاعتنا بننقسم الى حاجتين، مخلفات معدنيه ومخلفات عضويه. المخلفات المعدنيه هنستخدمها بان احنا ننهى ونفرز معلومه عن المخلفات. انا عايز اقول ان 2 كيلو من روث البهائم بيعمل متر مكعب من الغاز. 5 كيلو رك 1000 طن اليوم قريب. اول حاجه. ثاني حاجه المفاعل ده بيشتغل. المفاعل ده مشكلته هو حاجه نسبه الغاز بتبقى ضئيله. المشكلتين دول اول حاجه في معهد بكتيريا اسمها بكتيريا ميسا. بكتيريا ميسا دي قادره ان هي تحلل لي المخلفات العضويه دي بعد 7 ايام فقط، مش بعد 40 يوم. تاني حاجه نسبه الغاز هتزداد، لان نشاط البكتيريا القائمه على استخراج الغاز زاد. دي اول حاجه. تاني حاجه البايوجاز ده مكون من 3 غازات، الغاز اللي فيه بتصل الى من 90 ل 95%. نسبه البايوجاز، نسبه الميثان في البايوجاز بحوالي 70%. طب ازاي نوصل ال 70% دي الى 90 95%؟ هي دي الفعل بتاعه. بيخش له ميه، بنحط المخلفات، بعد كده بنضيف ميه او يوريا، نوع من البكتيريا المنشطه اللي هي ميسا دي،
بتبتدي تخرج لي الغاز البيوجاز، بتضيف نسب معينه. نسب معينه، كله بالنسب معينه. بنبتدي نستخرج اول كميه من البيوجاز بعد 7 ايام، وبعد كده المفاعل بيبتدي يستخرج الغاز على مدار 3 شهور.